يا ترى ايه اللي ممكن يخوفك من النجاح؟ النجاح مش الفشل. ايوه النجاح نفسه. ايوه انت ما سمعتش غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا احمد نصار وانت هنا في سؤاليست. لو سألت اي حد في الشارع نفسك في النجاح هيقولك طبعا، بس الغريب ان في ناس كتير جدا بتخاف من النجاح نفسه. في كتير مننا بيحلم ينجح ويحقق ذاته ويوصل لهدفه، لكن في لحظة معينة بيبدأ يخاف. طب ليه وازاي بيخاف من النجاح؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. هنعرف مع بعض هل الخوف من النجاح ده حقيقي؟ هل ممكن فعلا اضيع حلمي بايدي؟ في الفيديو ده هنتكلم ونكشف عن السر اللي محدش بيحكيه، عن السبب العلمي والنفسي ورا خوفنا من النجاح. يا ترى هو خوف من التغيير ولا من المسؤولية ولا من نظرة الناس لينا؟ هنستعرض الأسباب الحقيقية وهنعرف رأي الخبراء عن النجاح والفشل، وهنديلك خطوات عملية تتغلب بيها على الخوف ده وازاي توصل لهدفك بثقة. لو بتدور فعلا على التغيير الحقيقي في حياتك الفيديو ده معمول ليك، لازم تشوفه للآخر. أول حاجة لازم نعرفها يعني ايه الخوف من النجاح. الخوف من النجاح ده شعور داخلي بيخلي الشخص يتراجع قبل ما يوصل للنجاح، مش لأنه مش قادر لكن لأنه خايف من اللي هيحصل بعد كده. ايه هي بقى أهم الأسباب اللي بتخلينا نخاف ان احنا ننجح؟ الدكتورة كارول دويك أستاذة علم النفس بجامعة ستانفورد بتقول إن بعض الناس يعتقدوا أنهم لا يستحقون النجاح، وده بيخليهم يفضلوا الفشل على أنهم يواجهوا التحديات الجديدة اللي بيجيبها النجاح، وده اللي بنسميه متلازمة المحتال imposter syndrome. الشعور ده بيخليك تحس إن أنت مش كفء، إنك ما تستاهلش اللي وصلت له، وده بيخلي ناس كتير تخاف من النجاح لأنهم فاكرين إن النجاح ده جاي لهم بالغلط. وفي ناس بتخاف من النجاح لا تتغير، لأن النجاح بيغير تغيير كبير في نمط حياتك، في علاقتك بالناس، في مسؤولياتك، وده بيخوف ناس كتير جدا. وأي تغيير بيخلي الإنسان متوتر، وطبعا إحنا بطبعنا بنحب الأمان والروتين، والنجاح لا أمان ولا روتين، النجاح مسؤولية. يعني تخيل كده تنجح، الناس هيبقوا مستنين منك أكتر، هيبقوا بيراقبوا كل حركة، كل كلمة تقولها تتحاسب عليها، وطبعا كل ده بيخلق ضغط رهيب على النفس. فيبقى الحل الأسهل واللي هو أول اختيار ليك إنك ما تنجحش من الأول. وفي علماء نفسيين زي كارل يونج قالوا الناس مش بس بتخاف من الضلمة اللي جواهم، لا ده كمان من النور اللي ممكن يسطع منهم. وده حقيقي، لأن النور بيحملك مسؤولية. يعني من الآخر كده أنت عرفت قدراتك يبقى ملكش حجة، وعشان كده في ناس كتير بترجع خطوة لورا بدل ما تكمل الطريق. ده غير ان في ناس كتير بتخاف من الحسد والحقد، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية بالذات. ناس كتير بتخاف يلمع نجمهم، فيقول لك ايه بقى، العين هتصيبني، الناس هتبصيلي، وده اكيد بيخليهم ينسحبوا ويتراجعوا. وفي ناس بتخاف تبقى وحيدة، لان النجاح اوقات بيبعدك عن دوائرك القديمة، وبتكتشف ان الناس مش حابين انك تتقدم، وده بيخلي العقل الباطن يقولك ما تخليك مكانك احسن. في دراسة في جامعة كاليفورنيا سنة 1983 كانت دراسة شهيرة أجرتها الدكتورة ماتينا هورد أستاذة علم النفس، لقت إن الأشخاص اللي عندهم خوف من النجاح بيظهر عندهم نشاط زايد في مناطق الدماغ المسؤولة عن القلق الاجتماعي والتقييم الذاتي. وفي دراسة في جامعة هارفارد في 2012 أكدت إن الخوف من النجاح بيأثر سلبا على الأداء الدراسي والمهني، وبيؤدي لتجنب فرص التطوير. طب انت ازاي تعرف انك بتخاف من النجاح؟ هقولك، لو بتأجل دايما شغلك او مشروعاتك تبقى انت بتخاف من النجاح. لو بتيجي عند اخر خطوة وتقف يبقى انت بتخاف من النجاح. لو بتتردد تاخد قرارات ممكن ترفعك يبقى انت بتخاف من النجاح. وخوفك ده من النجاح هيشدك دايما لتحت. طب اعمل ايه عشان اتغلب على خوفي؟ عايز تعرف تعمل ايه عشان تتغلب على خوفك؟ وعيك هو البداية. أول خطوة إنك تعترف بالخوف، تفهم إنه طبيعي لكن مش لازم يتحكم فيك. اربط دايما نجاحك بالقيم مش بالمخاوف. خلي دايما هدفك أكبر من خوفك. النجاح مش للغرور، النجاح رسالة. اعرف إن الناس هتتكلم في كل الحالات، سواء فشلت أو نجحت الناس هتتكلم، فخليهم يتكلموا عنك وانت ناجح أفضل ما يتكلموا عنك وانت فاشل. طور في مهاراتك طول الوقت،
الثقة بتيجي من التعلم والتجربة. كل ما تطور نفسك خوفك هيقل. كل ما تنجح وتحقق إنجازات احتفل بإنجازاتك، ما تخليش النجاح يعدي كده. لازم تحتفل بنجاحاتك وبإنجازاتك حتى لو لحظات بسيطة. جسمك محتاج يحس إن ده شيء إيجابي مش مخيف. وتعالى بقى نبص على الزاوية الدينية شوية. ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني النجاح مش بيجي كده. النجاح مش هيجي لو فضلت خايف. التغيير بيبدأ من جواك. مفيش حاجة في الدين بتقولك خليك في مكانك، بالعكس السعي فرض والعمل عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني لو ربنا هيحبك لما تتقن شغلك يبقى النجاح مطلوب مش مخيف. طب ليه بنفضل محلك سر؟ عشان ما تعودناش نتكلم مع نفسنا، ما تعودناش نقول أنا خايف من النجاح. دايما بنقنع نفسنا إن الظروف هي السبب، بس الحقيقة إن الخوف هو السبب. يبقى أنت لازم من دلوقتي تواجه خوفك. اسأله أنت جاي منين؟ إيه اللي بيخوفني بالظبط؟ مسؤولية؟ ضغط؟ نظرة الناس؟ اعرف إيه سبب خوفك عشان توصل لنقطة تقدر من بعدها توصل لطريق النجاح. نقطة ومن أول السطر. ولو ما تعرف أسباب الخوف وتقدر تتغلب عليها اقسم الطريق. مفيش حد بيطلع السلم بنطة واحدة، خده درجة درجة. النجاح الكبير بيبدأ بخطوة صغيرة جدا. وخلي دايما نيتك خالصة لله. انك هتنجح مش عشان تبان، لا، عشان تبقى نافع لنفسك لغيرك ولدينك. وخلي بالك النجاح مش لازم يكون ضخم عشان يتحسب. النجاح هو الاستمرار. انت ممكن تكون نجحت كتير قبل كده بس عشان النجاح مخيف انسحبت، وده شيء طبيعي. بس ما تخليش الطبيعي يمنعك تكمل. لو عندك حلم ما تأجلوش، لانه هيفضل يزن عليك وانت هتفضل تقول يا ريت طول عمرك. وكلمة يا ريت عمرها ما صنعت نجاح. صحيح في اوقات كتير بندور على يطبطب علينا، بس في لحظات لازم تكون انت اللي بتطبطب على نفسك. وافتكر النجاح مش خط مستقيم. النجاح مليان مطبات، بس هو ده طعمه. خاف تمام، بس ما توقفش. خليك فاكر ان اللي هيقابلك في طريق النجاح ارحم بكتير من ندمك انك ما بدأتش. خلي هدفك اكبر من خوفك. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يعني اوعى تضعف، خليك قوي مش لنفسك بس لله كمان. ما تخليش الشيطان يهمسلك ويقولك انت مش قدها. رد عليه وقول له انا مش لوحدي، معايا ربنا. ودي اقوى نقطة في الموضوع كله. اسند على الله وابدأ. لو وصلت للاخر فانا عارف انك مستعد تبدأ. سيبلي في الكومنتات ايه هي اكتر حاجة كنت خايف منها وقررت دلوقتي تواجهها. واعمل لايك واشترك لو حاسس ان الكلام لمسك، وشاركه مع حد خايف ينجح يمكن يلاقي فيه امله. لان النجاح مش للناس اللي ما بيخافوش، النجاح للناس اللي بيكملوا رغم الخوف. ما تستناش الفرصة، انت اللي تصنعها بايديك. خليك نور حتى لو الدنيا ضلمة. خليك سبب حتى لو مفيش حد شايفك. خليك قوي. الخوف من النجاح عدو صامت، بس لما تكتشفه هتقدر تهزمه. ما تخليش الخوف يسجنك، لان ربنا خلقك عشان تنجح. ودي الحقيقة اللي لازم تبدأ بيها دلوقتي. النجاح مش بس هدف، ده رحلة فيها لحظات حلوة وصعبة بس تستاهل تعيشها.